وما القرار الأخير للقادة الأفارقة بتزكية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أفنى عمره من أجل استقلال القارة ووحدتها كمنسق قاري لمكافحة الإرهاب، إلا إشادة أخرى بتجربة الجزائر وأدائها الهادي في تفكيك الفتنة الإفريقية وإخماد بؤر التوتر باعتماد الحوار والبحث المستمر عن التوافق. هذا هو الحل الوحيد. شلبوني العرب راك فاهم، حشدوني راك فاهم.